يسال سؤال انا برد عليه. كلامك على راسي، اللي عايز يسال حاجه يسال على راسي، عشان احنا قدامنا دقيقتين وهننهي اللايف. اللاعب النيجيري ده بيلعب في اشبيليه الاسباني، الدنيا هناك مش احسن حاجه، هو دايما يعني خارج قائمه المباراه وبتاع، معروض على النادي الاهلي او دينو لامبردي، هو عارف طلبات الكابتن محمود الخطيب ايه، هو اللي جايب اللاعب وهو اللي بيتفاوض مع اللاعب النادي الاهلي عرض عليه راتب 1.5 مليون دولار، عرض عليه 1.5 مليون دولار في الموسم. اخويا وحبيبي رضوان محمد، ممكن تقول لي تشكيله الاهلي بكره يا عم حمدي؟ حاضر يا عم رضوان، من عينيا الاثنين، هخلص الجزئيه اللي بتكلم فيها واقول لك تشكيله النادي الاهلي على راسي. طيب دينو لامبردي بيتفاوض مع اللاعب، النادي الاهلي عرض كام؟ 1.5 مليون دولار. طيب اللاعب انيتش ده بياخد كام في اشبيليه الاسباني؟ بياخد 3 مليون دولار. طب الكلام ده يمشي مع النادي الاهلي؟ لا لا. طب حتى لو رجل اعمال هيدوه، طب ما هيعمل ازمه في غرفه خلع ملابس النادي الاهلي. طب النادي الاهلي بيفكر في ايه؟ النادي الاهلي بعت عرض اعاره للاعب بكام؟ ب1 مليون دولار، يعني 6 شهور ب1 مليون دولار. اللاعب راتبه السنوي 3 مليون دولار، دي الازمه الكبيره. المشكله على فكره يا جماعه، يعني النادي الاهلي اصلا عرض عليه 3 مليون دولار بيع نهائي. النادي الاهلي عرض على اللاعب 3 مليون دولار بيع نهائي. النادي الاهلي عرض على اللاعب اشبيليه الاسباني 3 مليون دولار بيع نهائي. كلام جميل، كلام جميل. لكن المشكله مش في الفلوس، الفلوس ممكن رجل اعمال يدفعها على فكره مثلا يعني، ولكن القصه في قيمه عقد اللاعب السنوي. اللاعب بيتقاضى 3 مليون، بيتقاضى ايه؟ بيتقاضى اكتر من 3 مليون دولار. النادي الاهلي عرض 1.5 مليون دولار. انا من وجهه نظري اكتر من 1.6 مليون النادي الاهلي مش هينفع كابو. بقول الاهلي خلص مع الزنفولي وعرض شناوي الى نادي الشباب السعودي. الزنفولي ماشي يا غالي، اخويا وحبيبي بيهزر. طيب اللاعب بياخد 3 مليون دولار، هل هيوافق على عرض المليون دولار؟ ما ترد على سؤالي، ما تسالي يا استاذه منى، هل الاهلي هيجيب كاس العالم للانديه؟ لا لا، الاهلي مش هيكسب كاس العالم للانديه. معلش يا اخت منى، والله العظيم ما شفت سؤالك، حقك عليا. فالصفقه الراجل عايز 3 مليون دولار، النادي الاهلي عرض 1.5 مليون، الاهلي مش هيقدر يدفع اكتر من كده، لان القصه بتتعلق بكذا لعيب كبير في النادي الاهلي. تشكيل النادي الاهلي بكره بنسبه كبيره جدا جدا جدا، اخويا وحبيبي احمد ديفندر لاعب اشبيليه الاسباني اسمه انيتش. طيب يا جماعه، تشكيل النادي الاهلي بكره ان شاء الله رب العالمين: محمد الشناوي في حراسه المرمى، عشان مستر ميشيل يانكون قال لك لازم اللاعب، لازم محمد الشناوي يكون. لو سمحت رد، والله العظيم برد على. طيب يا عم حمدي، كلامك اللي بتقوله من مصادر ان شاء الله رب العالمين، من مصادر موثوق منها باذن الله رب العالمين. طيب تشكيل النادي الاهلي حسب ما قال من النادي الاهلي ان ميشيل يانكون طلب ان محمد الشناوي يكون حارس مرمى النادي الاهلي بكره عشان يدي اللاعب ثقه والهجوم الكتير اللي عليه. طيب يبقى محمد الشناوي، رامي ربيعه واشرف داري، رامي ربيعه واشرف داري. طبعا ما فيش خلاف ان يحيى عطيه الله هيكون باك شمال، باك يمين هيبقى اكرم توفيق، لان خالد عبد الفتاح موقوف 3 مباريات. يا عم ان شاء الله، يا رب يا رب. والله برد اهو يا جماعه، والله اللي بيسالني سؤال برد على سؤاله، اعمل ايه تاني؟ مش عارف والله. طيب ان شاء الله رب العالمين محمد الشناوي يكون حارس مرمى النادي الاهلي بكره. اتنين قلبين دفاع: رامي ربيعه واشرف داري اللي متالق مع النادي الاهلي. باك شمال يحيى عطيه الله، باك يمين اكرم توفيق اللي هيجدد ان شاء الله رب العالمين مع النادي الاهلي. احمد الفندق العش هيجي الاهلي ان شاء الله رب العالمين. ثلاثه في نص الملعب: امام عاشور اللي هيغيب عن مباراه استاد ابيجان، مروان عطيه، وممكن قفشه حسب الكلام اللي جاي، او ممكن يفاجئنا مستر كولر بالساعي. طيب مركز الجناح اليمين في كلام كتير جدا. بيرسي تاو وارد بيرسي تاو يمشي النهارده يروح قطر، وارد جدا، والنادي الاهلي يعلن عن رحيل بيرسي تاو عن النادي الاهلي. ابو عمر البكري بيقول: وادي ودادي ودادي لك حب وفؤادي، احلى واجمل ابو عمر من المغرب، مساء الفل عليك يا غالي. اخويا حبيبي رجب خلاف من النمسا، وناس كتيره جدا معانا من السعوديه ومن هنا ومن هنا، حبايبنا واخواتنا ربنا ما يحرمنا منهم. يوسف باشا بيقول: طب والماتش اللي جاي هيبقى امتى؟ احلى واجمل يوسف في الدنيا كلها، اعمل لايك وصلى على النبي يا يوسف يا جميل. بكره الساعه 4 مباراه الاهلي وسموحه السكندري في بطوله الدوري العام، كله يقول يا رب الاهلي يكسب.
كله يقول يا رب الاهلي يكسب. الاهلي نادي القرن طبعا، النادي الاهلي اعظم نادي في الكون، وحامل لواء الانديه المصريه، الحاكم بامره في كره القدم العربيه والافريقيه. طيب بيرسي تاو لو مش النهارده مين هيلعب جناح شمال؟ ممكن نشوف جناح يمين، وارد جدا نشوف حسين الشحات جناح يمين. كهربا اللي عنده عرض من الدوري العراقي وعرضين من الدوري الليبي في نادي كبير جدا في العراق يقال ان هو الزوراء